اكيد كلنا بنحب المزيكا لانها تبسطنا وتغير مودنا وتفكرنا بذكريات جميلة. ساعتها ممكن ما تقدرش تمسك نفسك وترقص على اللي بتسمعه. يا سيد سيد يا سيد سيد بيت احبه خليني احبه او على الاقل تعمل فيها رزين وتهز راسك او تخبط برجلك. يا واد يا تقيل. سالت نفسك بقى قبل كده ليه المزيكا بترقصنا؟ وليه في ناس بترقص حلوه قوي وناس زي حالاتنا كده ما بتعرفش ترقص وقاعده طول النهار على التيك توك تتفرج على الرقص؟ المسخره دي موضوع فزلكه النهارده. عامل لي فزوكة من بالراب في وشك شوكة. حتى الحيوانات اللي عايشه معانا من ملايين السنين زي القطط والكلاب ما اتعلمتش منها الرقص، ومع ان القرود اقرب حاجه لينا في سلسله التطور واه نظرية داروين بتعمل حاجه شبه الرقص مع قرايبها، بس ما تعرفش سر الرقص اللي احنا نعرفه، الايقاع. البغبغان كمان على فكره يعرف السر ده. معنى كده ان الرقص مرتبط بالكلام وتقليد الاصوات، وده بيخلينا نبتدي نرقص من سن 5 شهور. معنى كده انك لو بتعرف ترقص يبقى انت مش حيوان، انت اكيد بني ادم. نرجع للسؤال المهم، ليه بنرقص؟ ببساطه احنا رقصنا وبنرقص عشان نعيش. كأنك مش مظبوط. عشان تفهم لازم ترجع لمليون ونص سنة فاتوا لما أسلافنا سابوا الغابات ونزلوا في الطل للسافانا وهم لا حول لهم ولا قوة. ما شاء الله ما شاء الله، عضلاتك مقوية قلبك. مش بس كده، دول لسه كمان ما اتعلموش يعملوا أسلحة يدافعوا بيها عن نفسهم. القبيلة كانت الحل إن هم يقدروا يعيشوا ويحموا نفسهم، والرقص كان وسيلة للتواصل بينهم وبين الغرب عشان يكبروا القبيلة. الباحثين لقوا إن الناس اللي بتعرف ترقص جيناتهم مميزة، أشطر اجتماعيا والسيروتونين عندهم أعلى، وده بيخليهم زي القرع يمدوا لبره ويحبوا يرقصوا مع الغرب. بطل ورق. الرقص بحركات شبه حركات الحيوانات مع صوتنا العالي كنا بندافع بيه عن نفسنا، مش بقول لك بنرقص عشان نعيش. وبقى العادي اننا لما بنرجع من الصيد بنولع نار ونغني ونرقص حواليها، مش بس علشان نحتفل، كمان عشان نخوف الحيوانات ونحس بالقوه. وده طول عمره علامه من علامات التطور ومستمر معانا لحد دلوقتي. بص على الرقصات الجماعيه، العروض العسكريه، وحتى الاحتفالات الدينيه. يمكن ده السبب اللي بيخلي الستات تحب الرجاله اللي تلبس يونيفورم زي الجيش والشرطه. الرقص كمان كان مرتبط بتوفير الطاقه وتقليل درجه حراره الجسم وخصوصا في الحر، لان الحركات الرشيقه تستهلك طاقه دايما اقل من التطبيش. ده يخلينا نفهم ليه الافارقه اخف وارشق واشطر من الاوروبيين في الرقص، مش بس عشان توفير الطاقه، الحر مطلعهم من هدومهم كانهم على طول في الساحل، وده بيخليهم لازم ياخدوا بالهم من حركاتهم وشكل جسمهم عشان يعجبوا البارتنر. ايوه كده يا وديع. ورقص البارتنر ساعتها علامه على الجينات النظيفه، ودي مش محتاجه اقولها لك. ده غير انه بيقيس التفاهم بينكم، يعني لو هنعرف نرقص مع بعض هنفهم بعض اكتر وهنبقى جود بارتنرز. هايل، واضح ان ثقافتك الموسيقية عالية جدا. عمليا بقى الرقص بيبسطنا وبيقاوم الاكتئاب، لان الدراسات بتقول ان السينكينج مع البيتس محببه للودن والمخ، يعني متعه دبل. افراز الدوبامين اللي بيحصل لما بنسمع مزيكا بيحفز حته في المخ اسمها الموتور كورتكس، وبينشط السيربيلم المسؤول عن التوافق العضلي ويخلينا نتحرك مع رتم المزيكا، وده بيحفز الدوبامينرجيك سيستم في المخ المرتبط بالحركه. مش بتعرف ترقص؟ مش مهم، الفرجه على الرقص هتبسطك وكانك بترقص، لانها بتحفز الاوربتو فرونتال كورتكس الموجود ورا العين، وده اعلى حته في المخ للانبساط. الخلاصه ان الرقص مش مسخره، الرقص حاجه حلوه بتقول انك بني ادم. ارقص وانبسط في كل حته ينفع ترقص فيها، تحت الدش، على التيك توك، لو بايدي كنت اشيل في الافراح. ارقص حتى لو رجليك الاتنين شمال. عامل لي فزوكة من بالراب في وشك شوكة.